السلام عليكم شباب، ايه الاخبار؟ عاملين ايه؟ زي ما قلت هبتدي اعمل فيديوهات قصيره كل يوم، هدي فكره بسيطه يعني فكره بسيطه او معلومه تخليك تستمر في الدايت بتاعك او تساعدك على الدايت بتاعك. آه نهدلت النهارده، اخدت الليسته بتاعتي بالحاجات اللي انا محتاجها في الدايت وقد ايه محتاجها وبالميزان لمده اسبوع كامل، واشتريتها الحمد لله، هي موجوده على الرخامه. اهم حاجه وتاني اهم حاجه ان انت تنظف التلاجة. لو انت عايش لوحدك ارمي اي حاجه انت مش هتستخدمها في الدايت. مبدئيا لو انت عايش لوحدك ارمي اي حاجه في التلاجة انت مش هتستخدمها في الدايت، طالما هي موجوده جوه البيت او جوه التلاجة هتاكلها. ثانيا، لو انت لسه عايش مع والدك او والدتك حاول تكلم مع والدتك تخلي جزء معين من التلاجة او جزء معين من المطبخ ده ليك انت لوحدك، ده يبقى حاجتك انت لوحدك، وما تحاولش تاخد حاجه تانية مش بتاعتك وتحاول تنفصل تماما عنهم في الموضوع دوت. لو انت عايش مع زوجتك او اطفالك حاول تخلي نفس النظام برضو، اتكلم معاهم، شاركهم في الهدف بتاعك، شاركهم في انت دماغك فيها ايه، انت عايز مثلا تعمل الدايت ده ليه، ايه الهدف اللي انت عايزه بعد 3 شهور او 6 شهور او حتى بعد سنه. حاول تشاركهم في الهدف بتاعك، ان ده بيساعد ساعات جدا ان هم بيساعدوك على الهدف بتاعك. مثلا انا حياتي الشخصيه دلوقتي انا وسميره، فهخلي مثلا الدرجين اللي تحت دول ولا الضرفتين اللي تحت دول بس لسميره حاجاتها، واخلي حاجاتي انا فوق. فانا النهارده دلوقتي لسه راجع البيت دلوقتي، شاري الحاجات، هنضف الثلاجه واحط الحاجات فيها، وحاول ان شاء الله اطبخ للاسبوع كامل، هحاول اطبخ للسبع ايام او 6 ايام، وجبت العلب وجهزت العلب كلها واعبيهم، بحيث كده يبقى ماليش اي حجه ان انا طول الاسبوع ما استسهلش ولا اروح اجيب اكل من بره وانا شغال، ولا انا قاعد هنا في البيت مع سمير اقول يلا بينا نطلع ناكل، لا، اجبر نفسي ان انا اكل واجبر نفسي ان انا اعمل. سؤال جالي تاني بيقول لي الاكل الصحي غالي، الاكل الصحي عشان اعمل دايت بيكلف فلوس. لا، الاكل الصحي مش غالي والاكل الصحي مش بيكلف فلوس بالنسبه للاكل العادي. اقول لك ليه. ماشي، انت لو رحت مثلا البقاله او رحت السوق وجبت العادي بتاعك في الاسبوع، مثلا بضرب ارقام عاديه يعني، ما حدش يمسكني على الرقم بتاعي يعني، ممكن هتقول مثلا ايه 100 جنيه. انا طبعا عارف 100 جنيه ما تجيبش حاجه دلوقتي في مصر، بس بقول ما حدش ياخد باله يعني، بتكلم بس عامه يعني. ممكن هتصرف الاكل العادي اللي انت بتجيبه من السوق 100 جنيه للاسبوع. لو انت الاكل الصحي وانا رحت جبت من السوق وكلفك 150 او 200 جنيه، يعني الضعف. الناس هتقول لك لا ما انت كده غالي، لا انت كده مش غالي، انت صرفت الضعف، بس انت عارف طول الاسبوع مش هتاكل ولا لقمه من بره. الناس اللي بتصرف 100 وبتاكل اكل عادي بيخرج مره ولا مرتين ولا 3 مرات في الاسبوع. شوف بيصرف قد ايه في كل مره بتخرج فيها، محدش بيصرف، كله بيصرف غالي يعني ما بتطلع بره تاكل في اي حته سواء هنا او في مصر او في اي حته بتصرف فلوس كتير. فالفكره كلها انت ما بتبقى ماشي على دايت بيكلفك في الاول في الاسبوع اكتر من اللي انت بتصرفه في الاسبوع العادي، بس طول الاسبوع او طول ال3 شهور دول انت ما بتاكلش بره زي ما بتاكل في الوقت العادي. يعني اللونج تيرم ان هي اصلا بيوفر معاك فلوس كويسه جدا، فما تحطش حكايه الفلوس ديت ان ده عاقب بالنسبه لك انت ما تمشيش على دايت صحي. مش عايز اطول عليكم، وان شاء الله تابعوني في بقيه الفيديوهات. يلا، سلام عليكم شباب.